بجد يا دوبك خلصت من الفيديو اللي بعمله عن الراجل دوت، ولقيت خبر من كتر الفرحة خلاني في قمة سعادتي وطايرة كده في السماء. ويا رب عقبال كل الراجل اللي من عينته. الراجل ده انتوا عارفين ده مين؟ ده سواق التوك توك اللي في محافظة الشرقية تحديدا في بلبيس، اللي كان راكب معاه مندوب المبيعات وتم اختلاف على الأجرة. هو مجلس المدينة محدد الأجرة 15 جنيه، وهو كان عايز ياخد 40 جنيه، يعني مش حتى 20 ولا 25 هنقول هينة ويلا حسب الله ونعم الوكيل، لأ ده عايز ياخد اكتر من الضعف بشويه كمان. الراجل ده تم القبض عليه. انتوا طبعا للي ما يعرفش الموضوع ده كده على السريع، هو ركب معاه مندوب المبيعات وهو قال له الأجرة 40 جنيه، والمصيبة ان هو ماشي بيه، يعني هو عارف ان هو على باطل، بس هو قال يمكن تسيبه ولا تخيبه ولا يفاصله حتى في الأجرة. فمندوب المبيعات قال له ازاي؟ ده مجلس المدينة محدد الأجرة. قال له هو 40 جنيه مش قد دكاتك، ما تركبهاش العربيات أرخص على أساس إن هو سايق عربية مرسيدس. يا عم ده انت راكب توك توك، انت مش شايف نفسك ولا انت فاكر نفسك مين يعني؟ فقعد بقى يجادل مع الراجل وكده، فلقى ان هو بيصور بيوثق اللي بيحصل له، فما خافش وما هبش ولا اي حاجه، لا صور. كله عارف ان انا من ال5% مجنون، مكانك مستشفى المجانين، بلطجي وعليك سوابق، مكانك السجن، مش في وسط الناس الامنه اللي بتركب مواصلات عشان تبقى تأذي مصالحها وتبقى في امان، مش تبقى خايفه ان انا هركب مع واحد حبساجي ولا لومانجي ولا عليه سوابق ويجي يتعدى عليا بقى، سرقه، نصب، اختطاف، اي حاجه. والمصيبه ان هما بيركبوا معاك ناس والله اعلم ممكن يبقى معاهم هما وحصل وسرقات وثبتوا ناس، والله اعلم ممكن يحصل ايه اكتر من كده. بجد ما بقاش فيه امان. ويجي يقول لك ايه، ركب معاك حد عادي عادي، زق زق اننا محشي ويلا زق جنبك وعادي، ما هو مش اتوبيس مدرسه. ف قال له كده صورته وتمام وكده، انا 5% واللي طيب كده بوم، شقلط التوك توك في ثانية إلا ثانية وقام زي العفريت. ما هو طبعا الناس اللومنجية دول ما بيبقاش عمرهم قصير، عمرهم طويل، والازاز اتكسر وكده وعادي، خسارة بخسارة بان عليه، كان ضارب حاجة في دماغه ولا عامل دماغ ولا ايه بالظبط. اصل دي مش واحد، مش تصرفات تطلع من واحد عاقل ابدا. بص واقف عادي ومش همه الناس تصور ولا فيديو يتصور، الراجل في ثانيه لقى نفسه متشقلب، دماغه مكان رجليه ورجليه مكان دماغه. بصوا يعني رد فعله اكيد، تخيلوا ممكن واحد تاني كان يحصل له حاجه وحصلت له كدمات في رجله، بس ممكن تحصل كسور، ممكن تحصل حاجات اكتر من كده، خصوصا ان في ازاز اتكسر، فكان ممكن تحصل كوارث اكتر من كده. التاني مهموش، بس جاب من قفا امه في اقل من 24 ساعه. ودي طبعا بشرة خير لاي حد هتبقى زيه، هتتصور وهيجاب من قفا امه. عامل نفسك بقى لومانجي وعامل نفسك بقى خلاص فارد عضلاتك ومش همك اي حاجه، اهو انت والتوك توك تم التحفظ عليه وانت بيتحقق معاك علشان. ويجي يقولك ايه، اصل انا كنت بختلف معاه على الاجره، والله فتعمل كده وناس تانية تخلصت فعلا وقتلت ناس بسبب الاجره، ويجي يقول لك ايه يا عم ادفع. عايز يا جماعه بلاش احنا نبقى في الموقف الضعيف، انتوا كده بتدوهم مساحه اكتر ان هم يبلطجوا علينا، بتدوهم مساحه اكبر ان هم يفرضوا سيطرتهم علينا، فده بالباطل بتدوا مساحه للباطل ان هو يسيطر على الحق. لا، انت هتديهم حقهم بس مش ان هم يضبلوا الاجره واكتر. يعني احنا مثلا هنا البنزين لما زاد جنيه ولا 2 جنيه، ام 5 جنيه المسافه الصغيره بقت ب10 جنيه، وام 10 بقت ب20. ولما يجي حد يقول لك ما انتوا راكبين، مثلا لو انا مثلا والدتي او انا واختي او انا وبنت اختي، يجي يقول لك ما انتوا راكبين اتنين، هو انتوا هو بالنفر هو مشروع، فيقول لك انتوا راكبين اتنين وحياة امك هو ايه؟ فلازم يبقى تحت رقابة عجبنا، واهو شرف اللومين عقبال بقى كل اللي زيه. بجد يا جماعة 99.9 إن ما كانش أكتر من السواقين التكاتك دول بجد أصبحوا يعني من لومنجية أصحاب سوابق، هاربين من جرائم وعليهم أحكام. سواء سواقة التوك توك أو سائقين التوك توك بمعنى أدق وأوضح أصبحت مهنة
من لا مهنة له. فكل واحد بيدار فيها، عيال صغيرين شغال، السيع شغال، الأمنجية سوابق شغال، والله العظيم فيهم ناس محترمة جدا 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 جدا، بس والله العظيم والله يتعدوا على صوابع الإيد للأسف. فعلشان كده احنا عايزين ان انا ارغب في امان، ان انا ممكن تبقى ناس كبيرة، ممكن من ناس معهاش يا جماعة ان هي تبقى الأجرة الدبل ديت ويمكن اكتر، فليه؟ فيقول لك اصل هي كانت علينا ده الزيت زاد ولا كل حاجه زادت، فانت طب ما هي زادت عليا انا كمان، هو انت كمان هتيجي تعوضني الزياده دي؟ ما هي لو زادت عليك زادت عليا، فانا هاجي هصرف على امك يعني ولا هعمل لك ايه؟ فلازم الحكومه تبقى ايديها تضرب بيد من حديد وتقضي على بلطجه سواقين التكاتك، وتبقى التكتيك ديت بجد تحت اشراف الحكومه بأي صورة مهما كانت، احنا راضيين، بس المهم ان انا زي ما هدفع انتوا يعني خلوهم تحت اشرافكم ورقابتكم. اتمنى ان الحلم اللي انا بحلمه ده يبقى حقيقة، بس انا فرحانة انه تم القبض عليه. يلا عقبال الباقي، احنا هنصور عموما بعد كده.